السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا النهاردة مش مطولة في مقدمة، بس يعني حبيت أبدأ بالصلاة على النبي. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونستعين بالله. أنا الفيديو ده يعني مختلف تماما عن محتوية. أنا بصوا يا جماعة هقولكوا على حاجة. يعني اللي لسه ما يعرفنيش، انا في ناس معينة انا متابعاها على اليوتيوب، وفي ناس انا بحبها اصلا من زمان خالص، من قبل ما افتح قناة اصلا. دول من الناس المفضلين بالنسبة لي. يعني انا النهاردة عايزة اوصل كلمتين لدودي كيتشن، لدعاء. دعاء سبحان الله العظيم، انا سمعت لها فيديو. كانت حالتها النفسية طبعا صعبة جدا، وعمالة بتعيط يعني بتشتكي من وجع اللي حواليها، الناس اللي مش سايباها في حالها، قنوات النقد اللي ما بترحمش. يا جماعة اتقوا الله بجد، والله اتقوا الله. كل ظالم هيدوق ظلمته في الدنيا قبل الآخرة بجد. يعني ما تستهونوش بدعوة المظلوم. يعني ربنا سبحان الله، انتوا عارفين يعني ايه؟ ربنا اقسم بعزته وجلاله لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ربنا بينصرها، ربنا اقسم بينصرها. هو انتوا مش بشر؟ انتوا بشر. يعني وارد ان يقع منكم اخطاء. يمكن اللي بصوا في نقطة كده انا هتكلم فيها الاول. انا ايه اللي بيخليني اتكلم دلوقتي على دعاء؟ انا غير ان انا متابعة دعاء من زمان، من ايام الشقة القديمة خالص، اللي هي اول ما بدأت فيها اصلا. دعاء سبحان الله، يمكن حالتها النفسية الصعبة دي، الفترة اللي هي بتمر بيها دي، ودموعها اللي هو يا جماعة محدش سهل عليه والله ان يطلع قدام كاميرا. وهو مش استعطاف الناس بس، هي من حبها لجمهورها، للناس اللي بتحبها، طالعة تتكلم تفضفض معاكم. هو مش سهل على حد على فكرة يطلع ويبين دموعه للناس. في ناس ما بتحبش دعاء عشان نقطة ممكن تكون عناوينها يعني فيها اوفر شوية، بس هي صاحبة محتوى وبتحاول تجذب الناس على قد ما تقدر، مش بالكذب. لان انت لو دخلتي جوه الفيديو هتلاقيه مش بالكذب، هتلاقي ان هي برضو حاطه العنوان بتاعها. في الفيديو طبعا بيبقى فيه من الفيديو، بس يعني ممكن يكون العنوان اوفر شويه، بس هي بتحاول تسعى ورا شغلها، يعني بتحاول تكبر شغلها. في نقطه بقى انا عايزه اتكلم فيها، انا اللي خلاني اتكلم على دعاء دلوقتي. انا تقريبا من شهر كده او شهر ونص، يعني كنت حصل لي حاجه كده وسبحان الله جالي خبر وزعلت قوي، وكنت ساعتها في الوقت ده بعيط. يعني بصوا سبحان الله، هو ربنا بيجعلنا في حياة بعض كده، يعني بيسببنا لبعض كأسباب لطبطب على قلب موجوع، قلب مجروح. يعني انا بقى حصل لي نفس الوضع اللي دعاء فيه ده. يمكن انا معرفش اصلا الفيديو هيوصل لها ولا لا، بس يعني اليوتيوب ده وصله ان شاء الله يوصل لها وتسمعه. عايزه اقولك يا دعاء ان انتي سبحان الله ربنا جعلك سبب في ليله كده. تقريبا من شهر ونص، مش فاكره بالظبط، يعني مش من زمان قوي. كنت جالي خبر صعب عليا، وكنت ساعتها حالتي صعبة جدا، وكنت قاعدة عارفين اللي هو والله كنت في حالة وحشة قوي. وسبحان الله بفتح اليوتيوب، كنت منزلة الفيديو. كنت كاتبة فيه روتين يوم السوق تقريبا روتين يوم السوق. ست الشاطرة تملى بيتها بالخير، تقريبا ده كان العنوان، مش فاكراه يعني قوي. بس المهم ان انا يعني عارفين اللي هو داخلة بشوف بقى الفيديو بتاعي، مثلا لو في تعليقات ولا حاجة بدخل اعلق. لقيت في ناس داخله في التعليقات تقول لي احنا جايلك من عند دعاء، جايلك من عند دودي، وداخلين بقى يقولوا كلام حلو طبعا وذكروا اسم دودي. فانا استغربت، طب هي دودي إيه؟ دودي مين؟ انا ما عملتش اعلان ولا حاجه يعني، ولا عملت اعلان عند حد، ولا كلمت حد. انا يعني ممكن يكون كنت سالت على قبل كده الاعلان تكلفته كام وكده، بس يعني ما عملتش. فاللي هو ايه ده؟ يعني مين دول وجايين من عند مين؟ سبحان الله، انا جاي في بالي كده طب اما ادخل عند دودي اللي انا متابعاها اصلا، اللي انا بحبها، دعاء. فدخلت عندها ببص لقيتها رافعالي منتدى، رافعالي الفيديو اللي هو بتاع روتين يوم السوق ده، رافعالي عندها منتدى. اللي هو بجد يعني لقيت بقى سبحان الله يعني ناس كتير دخلت تتكلم. يعني سبحان الله، عارفين اللي هو في الوقت ده انا حسيت بفرحة، يعني او يعني بمعنى اصح قعدت اشكر ربنا
هو ده مجال شغل يا جماعة، مش يعني مش حاجة مثلا، بس هو جبران، فيه برضو جبران خاطر حصل في الفترة دي، يعني في الوقت ده، ان لقيت ربنا عارفين ان هو بيطبطب على قلبي كده، بيطيب قلبي. اللي هو طب ما تبقى في حاجة في وسط كل الزعل ده، في وسط الحاجة اللي سببت لك في الوجع ده، جات لك وفرحتك اهي في الوقت ده. فكان الدعاء السبب ده، كان ربنا جعلها السبب ان هي دخلت فرحتني. ورفعت لي منتدى، انا ما طلبتش من حد يرفع لي حاجة، سبحان الله العظيم. ممكن اكون كنت علقت لها ولا حاجة في التعليقات، فتقريبا هي كانت عاملة دعم القنوات او حاجة، انا مش فاكرة، اي والله مش فاكرة الاحداث. فانا كنت علقت في المنتدى عندها تعليق عادي، لان انا بحبها وداخله وبدعي لها وكده. سبحان الله، لقيت انا قناتي كانت من لها حظ ان هي تترفع منتدى عندها يعني. فانا بقول لكم الحدث ده حصل لي من دعاء. هي واحده والله يا جماعه، هي مش وحشه، دعاء مش وحشه. مش زي ما الناس بتقول عنها، مش عشان هي عملت معايا الموقف ده فانا بقول عليها كده. انا دعاء دايما بقول عليها كده بيني وبين نفسي، حتى عشان انا بحبها. انا واحده من الناس اللي بتحب دعاء. يعني انا مش بالنسبه، هي مش بالنسبه لي واحده مثلا يوتيوبر وانا بتابعها وخلاص، لا دي واحده انا بحبها، فداخله اتكلم عنها، وداخله يمكن سبحان الله كلامي ده يعني يهون عليها ولو ذره، يهون عليها شويه وجعها واللي هي فيه ده، ولو ذره واحده يطيب قلبها. تعرف ان في ناس بيحبوها، ناس داعمين ليها وبيحبوها. ما تبصيش يا دعاء لكل اللي حواليكي بيكرهوكي، يعني انت كده نجاحك غصة في ظهر كل عدو ليكي. فخليكي متيقنة من نقطة زي دي، ان انت نجاحك هو اللي عامل كده، هو اللي عامل فيكي كده منهم يعني. بصي، هو محدش بياخد رزق حد، واحنا كلنا بشر، وكلنا عرضة ان احنا نخطئ في اي وقت. يعني خير الخطاؤون عند ربنا التوابون، اللي بيرجعوا لربنا. العبد اللي ربنا يحبه العبد المنيب اللي بيرجع لربنا. فانتوا مين انتوا يا جماعة عشان تحكموا على حد وتنغصوا عليه عيشته وحياته بالشكل ده؟ الناس اللي بتندس في حياة مثلا حد عشان توجعه وتجرحه، ليه والله؟ ليه بيجيلكوا نوم بتعرفوا تحطوا راسكوا على المخدة وانتوا كده؟ الناس اللي بتنكر فضل يعني حد عليها، انتوا ليه بتعملوا كده يعني؟ بجد والله اللي بيعمل في حد معروف بيفضل يكنله المعروف ده العمر كله، يفضل يقول ده كان سبب، ربنا جعله سبب ان انا في يوم من الايام اظهر، ان انا في يوم من الايام اوصل. طب ليه بقى الناس اللي تلاقي حد من حبه، يعني مثلا دعاء ممكن يكون من حبها في حد حبت تقف جنبه، حبت تفرحه، اتفهمت غلط واتقال عليها كلام مش حلو. إيه انا بقى يا دعاء عايزه اوصلك حاجه واعرفك حاجه، تعرفي ان النفوس الخبيثه عمر ربنا ما هيبارك لها ابدا. بجد والله عمر ربنا ما يبارك لها ابدا. يعني حتى لو انت شفت الدنيا، يعني شفتي الدنيا كده ماشيه معاهم وتمام، ربنا مش هيبارك في الحرام، ولا هيبارك في اي حد بيوقع ما بين الناس، ولا هيبارك في اي حد منافق ولا بمليون وش، ولا هيبارك لاي حد مؤذي. ربنا بيأخر لكن ما بيسيبش، يعني بجد بيأخر لكن ما بيسيبش، وهيحاسب كل إنسان مؤذي وكل شيء بس بميعاد. وصدقيني محدش هيمشي من الدنيا دي غير وهو دافع حساب كل حاجة، اللي هيدفع بقى من صحته، من نفسيته، من قسوته، من أنانيته. زي ما انتي سمعتي دلوقتي، اللي عمل حاجة كويسة هياخد تمنها، واللي عمل حاجة وحشة هيدفع برضو تمنها. كل حاجة هترجع لصاحبها وراجعاله بالملي، سواء بقى من محبة، من صدق، من خيانة، من غدر، من كذب أو غش. كل حاجة هترجع لصاحبها في الدنيا دي. ولا يظلم ربك أحدا، ربنا بجد مش بيظلم حد أبدا، وكل ساكن سيسقى بما سقى. ولا يظلم ربك أحدا، ربنا ما بيظلمش أي حد أبدا، وليس الله بظلام للعبيد. كل واحد هيدفع ضريبة كل حاجة عملها في الدنيا دي. خليكي بس متيقنة بالنقطة زي دي، وخليها تهون عليكي. عيالك محتاجينلك، ولادك، زوجك، اهلك اللي بيحبوكي، اللي انا متأكدة مامتك حالتها النفسية عاملة ازاي لما سمعت الفيديو بتاعك. ليه يا حبيبتي؟ في الدنيا مين يستاهل دمعة واحدة من دموعنا؟ محدش يستاهل والله ابدا. طب اقولك على حاجة، لو حد يستاهل فعلا ان احنا نبكي، فاحنا ما نبكيش الا على ذنوبنا. يعني احنا كلنا
بني ادمين وكلنا خطائين وكلنا مليانين ذنوب، مهما بنحاول نجاهد في نفسنا بس احنا مليانين ذنوب. لو حاجة مستحقة ننزل دمعة بس ننزل دمعة على ايه؟ على تقصيرنا في حق ربنا وفي حق نفسنا، لان ربنا مش محتاج مننا حاجة. بس يعني احنا نبقى مشفقين على نفسنا، ما نظلمش نفسنا. نظلم نفسنا بايه؟ ان احنا نوجع نفسنا باللي ما يستاهلش ان يخش حياتنا اصلا. نظلم نفسنا بان احنا المفروض ربنا يستحق مننا حق عبادته، يعني يستحق مننا ان احنا نقرب منه اكتر من كده. عارفه يا دودي بجد والله، عارفه انتي محتاجه ايه يا قلبي؟ ان انتي تقربي من ربنا اكتر، ان انتي يبقى ليكي ورد خاص بيكي. قيمي الليل ان شاء الله ولو بركعتين، واختمي بواحده وتر. اقرأي سورة البقرة، اقسم بالله العظيم سورة البقرة سحر 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 عليكي. لو عايزة بالبركة في حياتك وفي بيتك وفي مالك وولادك وكل حاجة، صلي على النبي كتير، استغفري كتير طول ما انتي قاعدة. على فكرة أنا الحاجات دي انا بقولك عن تجربة، والله جربت الحاجات دي في حياتي في حاجات كتير خالص. سبحان الله ربنا بدل حالي من حال الى الحمد لله افضل حال، الحمد لله. مريت بحاجات كتير خالص، ربنا جعل لي الصلاة على النبي، وجعل لي ذكري لله باستمرار، وجعل لي ان انا اقرأ سورة البقرة يوميا. والله العظيم الفرج جالي، والله الفرج جالي، وحصل لي الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. يعني بقولك عن تجربة، حصل لي حاجات حلوة جدا، حاجات في حياتي اتغيرت للأحسن. مريت بفترة كانت صعبة عليا قوي، والحمد لله ربنا جبرني وجبر بخاطري وفرحني ورزقني بفضل ايه؟ بفضل الصلاة على النبي، وبفضل ذكري ليه، صلاة القيام. الحمد لله ربنا يثبتنا يا رب عليها. سورة البقرة، سورة البقرة الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بيها. فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. السحرة ما يقدروش على قارئ سورة البقرة. البيت اللي بيقرأ فيه سورة البقرة ما يدخلش فيه شيطان لمدة 3 أيام. 3 أيام شيطان ما يدخلش بيتك عشان قرأ سورة البقرة. طبعا البيت اللي بيصلى فيه قيام ليل بيبقى فيه نور من مكان وقوفك كده في صلاتك، سجادة صلاتك، نور لحد السماء. انت متخيلة نور كده طالع من بيتك للسماء؟ الملائكة عارفة ان البيت اللي منور ده هو البيت اللي يصلى فيه دلوقتي قيام الليل. والله العظيم خليكي مع ربنا، افرحي بحياتك وافرحي بولادك وافرحي بزوجك وافرحي بكل خطوة حلوة انت بتعمليها في حياتك. متخليش اي حاجة سلبية تأثر عليكي. يا رب كلامي يوصلك، يا رب كلامي يأثر فيكي، يغير فيكي حاجة. يا ربنا يجعلني سبب زي ما ربنا جعلك سبب في يوم من الايام ان انت فرحتيني ولو بحاجة بسيطة خالص. ربنا يجعلني برضو سبب ان انا احاول اطلعك من، يا رب الفيديو يوصلك واحاول اطلعك فعلا ولو ذرة واحدة خالص من اللي انت فيه. اعرفي ان انت محبوبة، والله العظيم يا دعاء محبوبة، ومش علشان اي حاجة. والله العظيم اللي يقرب منك عشان خاطر مصلحة ما يستحقش ان كان يدخل حياتك من البداية اصلا. اقولك على حاجة بس ما تعيطيش، يعني يمكن اوصف حالة انت فيها. يعني حتى لو اتعافيتي وقدرتي تتجاوزي كل ده، عمرك ما هتنسي اللحظة اللي أشفقتي فيها على نفسك. هيفضل جواكي حتة كده، يعني مش هتعرفي تعديها. ليه بقى؟ كل بني آدم مننا عنده كلام هو مش قادر يوصفه، يعني شعور يعني هتوصفه ازاي؟ كلنا عندنا جزء كده متداري، يعني محدش يعرف عنه حاجة. هي خبطة بانت بسيطة بس يعني بتبقى جوانا معلمة. سبحان الله بتبقى تجربة وخلصت، بس أثرها بيبقى لسه منتهيش. حكاية انتهى الكلام عنها بس ما انتهاش شعورنا بيها لحد دلوقتي. هو بيبقى على فكرة مش ضعف خالص. بس كلنا عندنا حاجة كده بتبان لغيرنا بسيطة جدا 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 جدا، لكن في الحقيقة هي غير كده. يعني هي غير كده لينا طبعا يعني. فبصي هقولك حاجة يعني اختصارا لكل الكلام اللي انا قلته ده. عايزة اقولك حاجة، لو انكسرتي اسجدي لله وقوليله يا جبار اجبرني. لو اتظلمتي قولي يا حق انصرني. ولو احترتي اسجدي وقولي يا بصير ارشدني. بجد والله اختصارا لكل الكلام اللي بقولهولك كده، مفيش احسن من اللي لربنا. الجئي لربنا لما تكوني عايزه تعيطي تفضفضي، صدقيني والله روحي لربنا اسجديله وقولي كل اللي جواكي. ما تحكيش لعبد ابدا، ما تخليش عبد زيه زيك يعرف عنك حاجه. ما تخليش حياتك كتاب مفتوح للكل كده.
ارجعي لربنا وبس. هو سبحان الله، عارفة يعني حتى لو انتي قعدتي مع حد، على فكرة انتي غلط يا دعاء في الحتة دي، لما تقعدي ما تقولي هقعد مع حد جايز لما اتكلم هرتاح، لا مش هترتاحي، بالعكس ده انتي هتبقي عليكي عبء اكبر، ان انا تبقي مش مرتاحة نفسيا وتقولي انا طلعت حاجة جوايا بره العبد، ممكن في يوم من الايام يمسكها عليا ويفضحني. انما لو ربنا، الحاجة الحد يعني سبحان الله الوحيد، استغفر الله العظيم، ما فيش حاجة اسمها الوحيد لربنا، الواحد الأحد اللي لو رجعتي له هتخشي بابه هترجعي مجبورة، والواحد الأحد برضو لو لجأتي له وحكيتي وفضفضتي هترجعي مجبورة ومرضية. ده غير كمان انه هيشيل من عليكي ايه العبء الكبير ده. خليكي بس في قيام الليل ادعيله، لأنه بينزل في السماء الدنيا وبيسأل هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل من طالب حاجة فألبيها له. يعني ده فيما معنى الحديث القدسي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا دعاء الكلام يوصلك، يا رب يطبطب على قلبك ويرضيكي ان شاء الله، ربنا ينصرك ويجبرك ويبعد عنك اي حد عايز يأذيك يا رب، ويتربص لك ويكفيكي شر قنوات النقد اللي ما بيسيبوش حد في حاله. وكل اللي هقولهولك بجد، خلي حياتك مش كتاب مفتوح، اقفلي على نفسك وعلى بيتك وعلى حياتك، اللي يعرف سرك امك وبس، امك وبس. بقولها لك اهو، هي الوحيدة اللي عمرها في يوم من الايام ما هتعايرك بنقطة زي كده، ما تقولك انا عملتلك وجبتلك وسويتلك. امك ربنا يباركلك في عمرها يا رب، ويخليلك كل حبايبك، ويا رب يكون كلامي يأثر فيكي ولا ويوصلك اصلا. يمكن انا اكتر واحده حاسه بيكي في النقطه دي، عشان انا يعتبر ظروفي قريبه من ظروفك خالص، بحس ان احنا في نقاط كده معينه ببقى شبهك فيها، او يعني حياتنا شبه بعض في النقطه دي. اللي هو انا كان طول عمري برضه اتمنى ان انا ما عنديش اخوات بنات، يعني انا عندي اخين ربنا يحميهم لنا يا رب ويبارك لي فيهم. إيه، كان طول عمري برضه اتمنى ان انا يبقى عندي اخت بنت، والحمد لله ما حصلش. وكنت اتمنى برضو ان انا اجيب في ولادي بنات، والحمد لله برضو ربنا رزقني بطفلين برضو. يعتبر ظروفنا قريبة من بعض. كنت برضو اتمنى ان انا يبقى عندي صديقة كده، اللي هو حد كده منبع اسرار يقعد احكيله كده. الحمد لله انا معايا 2 من طفولتي مع بعض الحمد لله، بس مش اللي انتي تقصديها برضو، عارفة اللي هو تبقى معاكي في كل حاجة. مثلا انا حصل لي كذا تعاليلي ماشي حاضر نروح مع بعض. انا من الناس دي، انا من الناس اللي هو بصي حب ما يعني بصي انا ما بحبش من الناس، محبش الناس اللي تقعد تقول انا بعمل واسوي وكده. بس انا بوضح لك بس ان انا لو حد قصدني من حبايبي الناس اللي بحبهم ما بتأخرش عن حد، يعني الحمد لله. بس برضو اختصارا عايزة اقولك ان مفيش في الدنيا برضو واحدة تقولي عليها ده دي صاحبتي، ده عمري ما تيجي ضربة منها، عشان بجد الضربة ما تجيش غير منها. فانا بقى الحمد لله يعني اتعلمت في الدنيا ولسه بتعلم، بقيت منبع اسراري هي ماما وبس. عشان كده بجد ما تخليش غير مامتك وبس. وفي نهاية الفيديو بتاعي عايزة اقولك ان انا بحبك في الله، بجد بحبك في الله والله، ربنا عالم. ربنا يحبب فيكي خلق يا حبيبتي. وفي نهاية الفيديو بتاعنا يا جماعة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا وأتوب إليك.